من السيارة ثم جاء ضابط من الحرس برتبة عقيد، فقلنا له: السلام عليكم، نحن أعضاء مجلس الشورى ومطلبنا هو تسليم رسالة ولاء وعرفان لصاحب الجلالة ومطلب اللقاء به، ليس غير هذا. فطبعا كان منه تصرف، هذا التصرف على أنه أخذ يصرخ وعلى أنه أنتم ليس هذا الموقع وأنه تتجاوزتوا الحدود وليس هذا المكان. قلنا: نحن نريد أن نسلم الرسالة. قال: ليس هنا مكان تسليم الرسائل. قلنا: نريد أن نسلم الرسالة. فمباشرة بدون أخذ ورد ونقول له أنه نحن أعضاء مجلس الشورى. فقال: كلبشوهم. قلنا: لا تكلبش. قلنا: ماذا تريد؟ فقال: سلم في مكان آخر، اخرج منها. طبعا خرجنا نحن من ذلك المكان على اعتبار أنه نسلم عند مكان الشرطة، خيمة الشرطة، ونحن كنا لا نعلم بها خيمة الشرطة ولا نعرف، لو كنا نعرف كنا توجهنا إليها. فخرجنا مباشرة إلى الشارع، ثم بعد ذلك التففنا على خيمة الشرطة ووقفنا السيارات عند خيمة الشرطة. وعندما وقفنا السيارات عند خيمة الشرطة استقبلنا أفراد الشرطة، ونحن نسجل حقيقة لهم وقفة. أفراد الشرطة يعني كانوا في منتهى قمة الاحترام والتقدير لنا. فدخلنا الخيمة وكان فيها بساط، فجلسنا في الخيمة وأخذنا نتجاذب أظراف الحديث تقريبا في حدود 3 دقائق. ثم ما كان من هذا الضابط أيضا اللي هو برتبة عقيد من الحرس إلا أن هجم مرة أخرى علينا في الخيمة، وبدون أي سؤال، بدون سلام، بدون أي شيء، يخرجنا من الخيمة عنوة وبالتهديد، ثم يأمر بالكلبشة من الخلف. طبعا نحن لم نقاوم، وإلا كانت فينا الرجوع للمقاومة، وذلك لأننا في مكان هو فيه احترام لجلالة السلطان. وبعد ذلك لما كلبشنا نحن ال5 تكلمنا وقلنا له أن هذا الفعل سيكون له ما بعده، وأننا نحن لن نسكت عليه بأي حال من الأحوال. وقلنا له نحن أن لم نخطأ بأي خطأ يتوجب، وأنه نحن الآن في منطقة بعيدة جدا الآن حيثما طلبت، ونحن جالسون في مكان على حسب الإجراءات وعلى حسب الأوامر، وجالسون في مكان، والآن أنت تتصرف معنا بإجراء يعني لا يقبل القانون بأي حال من الأحوال، لأن النظام الأساسي للدولة في نصوصه نص على ذلك، على إهانة الكرامة أو غيره، وخاصة إذا كان هذا الأمر إذا كان لعضو مجلس الشورى وهو يتمتع بحصانة. طبعا أخذ يتجاذب معنا الحديث وألزقمناه بالحجة، فما كان منه أنه خرج. ثم جاء بعد ذلك مباشرة وقال: فكوا الكلبشات. نحن طبعا رفضنا وقلنا أنه لا تفك الكلبشات إلا بأمر من السلطان، فإذا كان هذا الأمر فيفكه السلطان. ثم هو هرب مباشرة ولم نراه، فجاء طبعا ضابط آخر أيضا برتبة عقيد وتحاورنا معه، وأيضا كان في قمة الأخلاق وتحاورنا. ثم كان حوار، فذلك الضابط أيضا حاول على أنه يقنعنا بأننا نفك الكلبشات، فقلنا أبدا لا نفك الكلبشات. ثم ذهب، ثم أتى مرة ثانية في حدود تقريبا 1.5 ساعة، ولكن نحن رفضنا رفض قاطع. ثم بعد 1.5 ساعة جاءنا وقال: عندي أوامر، إذا لم تفك الكلبشات هذه بالطيب ستفك بالقوة. فقلنا نحن لا نفك أبدا، ثم فكت الكلبشات بالقوة. بعد ذلك نحن حقيقة أيضا جلسنا في نفس المكان بعد في الشمس مكاننا ولم نتحرك، وقلنا إن كانت حياة فحياة وإن كان موت فموت، نحن لم نأتي إلا لتقديم الولاء والعرفان. فطبعا مر الوقت، ثم جاء وقت صلاة الظهر فصلينا، ثم حقيقة أراد الشرطة أن يكرمونا فأحضروا لنا غداء، فلم نأكل شيئا ولم نشرب شيئا احتجاجا على ذلك. ثم بعد ذلك كان اتصال برئيس المجلس، فجاء رئيس المجلس، هذا طبعا باختصار، وحدث بيننا كلام بيننا وبين رئيس المجلس. ثم حدث اتصال أنه رئيس الديوان سيقابلكم، فذهبنا أنا وسعادة أحمد الدرعي لمقابلة رئيس الديوان، ولكن وللأسف الشديد لم نجد الإنصاف من وزير الديوان، وإنما اكتفى على أنه أنتم وصلتوا إلى مكان، هذا المكان تعديتوا فيه الحدود وغيره من هذا. فقلنا نحن لا نعلم بذلك، وأيضا هو الفعل الذي فعله في مكان، هذا المكان في
ليس حتى في مكان بعيد جدا ونحن جالسون. وطبعا كانت هنالك أمس لغط كبير، وكان كثير من الشباب يعني هذا طبعا مجمل ما حصل بالأمس، وكل الأمور التي حصلت بالأمس، والقضية كانت هي فقط فيها مطلب، ذلك المطلب هو اللقاء بالسلطان. وإذا كان حقيقة هذا المطلب هو جريمة من الجرائم، فنحن نريد من السلطات أن توضح ما هي الجريمة. ثم بعد ذلك طبعا هذه الإهانات التي أهنا إياها، هذه حتى السلطان بنفسه لا يرضى. ثم بعد ذلك أنا حقيقة الأمر كتبت أو أمرت أحد الأخوان بكتابة رسالة على أننا كتبت، طبعا انسحبنا نحن من الموقع، وكتبت رسالة بالاستقالة من عضوية مجلس الشورى، وسلمتها للرئيس، ولكن طبعا أخذها سعد خالد نبهاني، والرسالة الآن موجودة، ولكن كثير من الشباب الآن حقيقة تحت ضغط منهم كبير جدا بأنه لا يرضوا بالاستقالة، وقالوا على أنه نحن من أوصلناك إلى ذلك المجلس، ولا بد أن يكون هنالك هذا فيه رأي لأهالي الولاية ورأي للشباب. فأنا حقيقة الاجتماع هذا أيضا نزولا عند هذه الرغبة وتلبية لهذه الرغبة، طبعا عقدنا هذا الاجتماع. هذا طبعا هو مجمل ما حدث بالأمس، وقضية الاستقالة التي طبعا ترددت عبر وسائل الاتصال. هذا كله مجمل ما حصل. إذا كان أحد